عيان حساسيه الصدر او حساسيه الجيوب الانفيه، اول ما يخش عليه الموسم بيقعد يجهز بخاخاته، الكورتيزون بتاعه والادويه بتاعته، مضادات الحساسيه طول الشتاء ومفيش تحسن. اعراض الحساسيه الخنقه، الزقزقه، الصفير اللي الطفل او الكبير بيعاني منه. الاكسجين النشط ده بيقلل الالتهابات على مستوى الجسم، بما اني انا بحسن جهاز المناعه فانا بقلل الالتهابات. كنت بعاني من حساسيه في الصدر، خدت 12 جلسه، فالحمد لله في تحسن اكتر من اول. كان عندي حساسيه على الصدر، الحمد لله 80% منها الحمد لله بطلت البخاخات. اخدت 12 جلسه الحمد لله، النفس احسن. بعاني من حساسيه الجيوب الانفيه بقالي 20 سنه، اخدت 12 جلسه حسيت بنسبه تحسن كبيره جدا. كان عندي حساسيه الاول وجيوب انفيه، دلوقتي اتحسنت الحمد لله. البخاخات اللي انا كنت باخدها قبل كده الحمد لله خلاص دلوقتي ما عدتش باخدها. كنت بشتكي من حساسيه في الجيوب الانفيه وحساسيه في الصدر، في تحسن كبير جدا. الاكسجين اما بيوصل كويس للحويصات الهوائيه، العيان ياخد نفسه كويس، يبتدي يقوم بحياته كويس، مع ان انا بعالج له كمان الازمه المناعيه اللي بيعاني منها. كان عندي التهابات في مناخيري وفي ودني، وعيني كانت بتحرقني، ودماغي كان دايما بيصدع. من ساعة اول جلسه الحاجات دي راحت، وكان في وجع كده كدمه عندي صدري راحت كلها. كنت بعاني من حساسيه انف وحساسيه صدر، حاليا بعد ما اخدت الجلسات ما باخدش علاجات بقى الوقت خالص، ولا انف ولا صدر. حاسه الشم كنت فاقداها بقالي 15 سنه، رجعت لي الحمد لله.